بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي، ده الشكل بتاعنا اهو، الطحينه والسلطه والسمك ما شاء الله، والرز رز الصياديه بالكاري مش بالكركم، لان بالكركم يا حبايبي مش حلو زي الكاري طعم بسم الله ما شاء الله جميل. حلوين، السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده تعالوا مع بعض السمك المقلي في الزيت او المحمر في الزيت. طريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله يا حبايبي، بس حلوة خالص، والسمك بتاعنا مش هيشرب ان شاء الله زيت خالص. الطريقة اللي هنمشي عليها دي الخطوات ديت طريقة حلوة وبسيطة خالص، وان شاء الله هنحط مكونات عندنا متخليش السمك بتاعنا يشرب زيت خالص. تعالوا يا حبايبي نشوف ايه نعمل الخلطة الاول. اول حاجة يا حبايبي انا جبت السمك ونضفته وغسلته. شوفوا بطنية السمك نضيفها ازاي. لما نشتري السمك يا حبايبي نشتري السمكه اللي هي عينها بتبرق ديت. السمك ده نعرف ان ده طازه بتاعنا ما شاء الله. السمكه ما شاء الله الوسط، يعني ما نجيش الكبيره قوي لان دي طعمها حلو احلى من الكبيره خالص. غسلت السمك طبعا يا حبايبي، وحاطه خل وحاطه ليمون وميه نقعه فيها وهركنه دلوقتي. وتعالوا نعمل التتبيله بتاعته ازاي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل يا حبايبي التتبيله بتاعت السمك بالخلاط. عندي حبايبي طبعا التوم هنا عارفينه، كزبره خضراء، فلفل بارد، فلفل سخن، وليمون اخضر، حبتين ليمون اخضر كده. تعالوا نشوف التوابل يا حبايبي. معايا بهارات سمك، معلقتين بهارات سمك، معلقه كار واحده، معلقتين كمون، معلقه فلفل اسود اللي هي المعلقه ديت فلفل اسود، معلقتين كزبره ناشفه، ومعلقتين ملح او 3 معالق ملح حسب الكميه اللي انت هتعملها. الملح ده حسب الكميه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالفلفل حبايبي كده في الخلاط زي ما هو كده، او في الكب عادي، او تدجوه مفيش مشاكل. المهم ان ايا كان، المهم الخلطه بتاعتنا تكون ناعمه. بسم الله الرحمن الرحيم. نزود التوم يا حبايبي شويه، لان التوم هو روح السمك. التوم والكمون الاثنين دول هم روح السمك. وما تقلقوش يا حبايبي بالنسبه للفلفل الاسود، لان الفلفل الاسود بيدي نكهه جميله وطعم حلو خالص للسمك. خلي يا حبايبي هو تاخد مقدار نص كوبايه على الخلطه بتاعتي دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومقدار الخل برضو نص الكوبايه ميه يا حبايبي، ميه دافيه بسم الله من الحنفيه يعني، بس دافيه شويه. هحصر الليمون يا حبايبي. بسم الله. شايله البذره من الليمونه وبحصر عصر يدوي عادي، هتحصر على العصاره مفيش مشاكل. الليمون بيدي طعم حلو خالص للتتبيله بتاعت السمك. كل التوابل يا حبايبي البهارات بتاعتنا هنحطها في الخلاط برضو. بسم الله. هضرب الحاجات دي يا حبايبي وانعمها خالص، نرجع مع بعض نتبل السمك. حبايبي فرمت الخلطه بتاعتنا اهي، تتبيله السمك فرمتها اهي. هنزلها في طبق كده. بسم الله. شلت السمك يا حبايبي من الميه وشطفته تاني. تعالوا نشوف هنعمل ايه في السمك بتاعنا قبل ما نتبله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد دي يا حبايبي كده من الناحيه العاليه دي كده. بسم الله. بالشكل ده كده. الناحيه التانية نفس الحكايه. لو السمك اكبر من كده يا حبايبي ممكن ناخد كذا فتحه فيه كده اهو بالشكل ده كده. ده التوابل هتخش في الفراغات ديت، ومع التحمير هيبقى جميل خالص ويستوي معاكي حلو خالص، وتبقى مطمنه ان الجنب ده استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. ده يا حبايبي لما نيجي نحمره في الزيت، التوم احنا كلنا عارفين ان التوم حساس وما بيستحملش في النار. لما بندق التوم كده ونحطه في التتبيله في بطنه بس ما نفرمهاش على الخلاط كده، بتتحرق مني في الزيت وما بتبقاش حلوه. نعمل واحده تاني يا حبايبي. بسم الله. هسيبه في التتبيله بتاعته دي يا حبايبي، الشرب من التتبيله بتاعته ديت لمده ساعه او ساعتين في في التلاجة قصدي، على حسب ما تحتاجيه يعني. لو تبلت بدري يبقى ساعه كفايه. وقت زنقك يبقى قبلها بنص ساعه. المهم ان انت تخليه اقل حاجه نص ساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هكمل باقي الكميه يا حبايبي تتبيل ديت، ونرجع معاكم نعمل الكفر الخارجي اللي نعمل بيه السمك في الزيت. بنعمل الكفر السمك مع بعض. بعد ما تتبل السمك خد ساعة ونص في التلاجة على الشبكة من تحت. كوباية دقيق يا حبايبي، هي دقيق العادي اللي بنعمل به الكيكة والحلويات. بسم الله.
ونص كوبايه نشا الذره برضو اللي بنعمل به الحلويات، بنعمل به المهلبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده يا حبايبي اللي بيدي السمك بتاعنا جرمشه وما يخليهوش يشرب زيت. معلقه ملح يا حبايبي كده هضيفها في الدقيق بتاعنا، وكمان معلقه كاري في الدقيق برضو. بسم الله. ومقدار 3 معالق فيجيتار. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هكب كده باليم يا حبايبي كده، انتوا بقدروا 3 معالق كده. بسم الله. الفيجيتار بتاعنا ناعم يا حبايبي، اللي حابب يحط حار يحط، مش هتحطيه حار عادي حط زي ده اللي انا حطاه عشان الاطفال. هقلب كده كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. هولع على الزيت يا حبايبي اهو. بسم الله. تعالوا نحط السمك في الدقيق يا حبايبي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده هرجده كويس كده في الدقيق، وهمسك السمكية يا حبايبي كده بعد ما حطيتها وهنفضها كده علشان الدقيق ده ما يتحركش مني في الزيت. بسم الله. وكمان يا حبايبي ما نسيبش الزيت لما يسخن خالص، يعني علشان الزيت لما يسخن خالص اول ما تنزل السمكية كده هتروح واخده لون على طول، هتفتكرها استوت ومن جوه تبقى نيه. لكن لما الزيت يبقى هادي شويه كده يا دوب يسخن ننزل فيه السمكية تنس وتستوي براحتها، ومن جوه السمك يستوي حلو ويبقى مجرمش معانا وحلو. نفضيها يا حبايبي كده. تعالوا ننزل في الزيت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده نحطه معاكسه كده. بسم الله. دي راسها كده ودي راسها كده عشان ياخدوا براحهم في السوا. هيحمر من الجنب يا حبايبي من تحت، واروح قلبها على الجنب التاني لغايه ما يستوي كويس، وهنطلع مع بعض ان شاء الله. واستوى السمك يا حبايبي معايا اهو. لما استوى الجنب ده قلبته على الجنب التاني، نصفي من الزيت كده كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا حبايبي لون الكاري عامل ازاي فيه والبهارات وريحه والله جنان وتحفه. شايفين الفراغات مستويه من جوه ازاي بتاعت السمك اهي. نصفي كويس من الزيت كده. بسم الله. كده اهو يا حبايبي. شايفين مستوي متقرمش ازاي ما شاء الله عليه. وهنا يا حبايبي شغلت الشعله التانية، هنعمل احلى شويه رز صياديه مع بعض. خرطت بصله كده خرطه عادي خالص وحطيتها على البوتاجاز، هتاخد لون ذهبي غامق شويه. وهنزل فيها التوابل مع بعض. هنحط الكاري ونحط مرق واحده ماجي. بسم الله. وهنعمل رز صياديه مع بعض، وعملت سلطه وعملت طحينه كمان يا حبايبي عشان نجهز الغدا مع بعض ان شاء الله. خلاص يا حبايبي البصله احمرت معايا، انا مش هغمكها لان انا هحط كاري وهحط مرقه ناجي. احط واحده من دي يا حبايبي كده اهي. بسم الله. وكمان معلقه كاري. لو مش هنحط كاري يا حبايبي ولا شوربه يبقى نغمق البصله شويه. شايفين خدت لون ايه يا حبايبي اهي. وانا غاليه ميه الكاتل هنا اهي، ميه مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ميه ساقعه برضو مفيش كاتل تغلي فيه ميه، هتحطيها تضيفيها على البصله وتسيبيها لغايه ما تغلي، وبعدين تنزل الرز بتاعك. تعالوا نحط الملح يا حبايبي، نظبط الشوربه بتاعتنا كده بتاعت الصياديه. السمك لما يتحمر يا حبايبي هنا اهوت عشان نكسب وقت على ما السمك يستوي كله، مش مسوينا الرز الصياديه بتاعتنا عشان الاكل يبقى سخن كله مع بعضيه. اضيف الملح يا حبايبي واظبطه كويس. بسم الله. ما شاء الله الملح مظبوط تمام التمام.
استنى دقيقه واحده يا حبايبي الميه تغلي بس معايا وهننزل بالرز فيها. غلت يا حبايبي الشوربه معايا اهي. بسم الله. الرز مجياه يا حبايبي وغسلاه تمام. الكميه اللي انت عايزاها، كميه الرز اللي انت حابه تعمليها على كف اسرتك يعني. بسم الله. اول ما هتغلي معايا بالرز يا حبايبي تاني هروح موطيه النار خالص واغطي الحله واسيبها لما تستوي على مهليها. وما كترش الميه يا حبايبي على الرز الصياديه علشان ما يتعجنش مني. ههدي النار خالص على الرز، هوطي البوتاجاز يعني خالص. ولو عندك شغياطه حطيها، مفيش يبقى توطي النار على يعني كده زي الشمعه. بسم الله. واسيب الرز لما يستوي. على ما اخلص تحمير السمك بتاعي يا حبايبي يكون الرز بتاعنا استوى ونقدم مع بعض ان شاء الله. شوفوا الرز بتاعنا استوى اهو. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي الرز بالكير مفلفل فلفله ما شاء الله. بصوا عامل ازاي. شايفين يا حبايبي الرز عامل ازاي ما شاء الله اهو. بس ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير عشان ان شاء الله يوصلكم منه كل الوصفات السهله السريعه. تعالوا يا حبايبي نقدم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي ده الشكل بتاعنا اهو. الطحينه والسلطه والسمك ما شاء الله. والرز رز الصياديه بالكاري مش بالكركم، لان بالكركم يا حبايبي مش حلو زي الكاري. الكاري طعم بسم الله ما شاء الله جميل خالص. وبألف هنا وشفا لحبايبي.